انا بقى مش مشكله الحمد لله. لا انا اصلا كنت قلقانه ان بتاعتي ما تقعش. والله حسن قال نقطتين مهمين قوي عن بابي. يعني الاثنين اللي انا بتكلم عليهم دول، ان هو فعلا هو كان لوحده كده، ما فيش عمرك ما هتسمع ان في مشاكل حصلت بينه وبين اي حد، فاهمني؟ ولا هو ولا مامي يعني. فالحته دي انا واخداها انا ودنيا الحمد لله. عمرك ما هتسمع ان احنا عندنا مشاكل، حتى لما في حد يعني مش هقول لك كلمه بيأذينا او بيضايقنا او بيعمل حاجه، ما بنعملش حاجه يعني، ما بنرجعش بقى نقفش ونرد. يعني انا ممكن حمائيه شويه، لكن بابي ومامي ودنيا وانا اتعلمت من بابي الحمد لله، مفيش اي مشكله. المهم حاسبي الكارديجان. ايوه. الحمد لله اتعلمت منه ان هو فعلا يعني بسمع كتير لغايه قوي دلوقتي حب الناس. كل ما ينزل فيديو الاقيه كل الاجيال بتفضل تقول ربنا يرحمه وانه اجمد كوميديان، والحاجات دي كلها بتخليني انا مش هقول لك فخوره، انا فخوره قوي. انا اوريدي فخوره وهو كان عايش، وفخوره بعد ما توفى. انا بابي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. كل حد عنده باباه كده، بس انا بابي عندي في الفن وغير الفن يعني هو كان انسان طيب جدا. ونصايحه اللي بتسالني عليها دي ممكن كانت تبقى حاجات بسيطه. هو ما كانش بيحب قوي ان هو ينصح، هو انت بتقلده وخلاص. يعني انت بتشوف هو بيعمل ايه، زي ما حسن بيقول دلوقتي كده، وغصب عنك هو بيخش كده جواك، فانت بتعمل حاجات غصب عنك. بتحس يعني حسن ساعات يروح مهزر اقول له انت بتعمل. انا بقى مش مشكله الحمد لله. لا انا اصلا كنت قلقانه ان بتاعتي ما تقعش. فهو دايما ممكن مثلا حسن يهزر اقول له ايه ده انت بتعمل زي بابي. دنيا مثلا اقول لها تقول لي انت قلتي الجمله دي زي بابي قوي. فهو وانا اشوف دنيا مثلا الاقي دنيا وشك قلب وش بابي بالظبط في الجمله. فهي غصب عننا احنا كل يعني واثر عمود من الاعمده الرئيسيه اللي شالوا السينما المصريه على كتافهم. يعني عبر تاريخ السينما بنلاقي فيه نجوم وبنلاقي فيه اساطير، ناس امتعتنا، وفي ناس كان ليهم دور ان هم اصحاب مدارس كبيره في الكوميديا او في الاداء التراجيدي القوي. والاستاذ سمير غانم كان عنده مدرسه كبيره جدا خاصه بيه في الكوميديا. هو فرسير عالمي، مدرسه الارتجال اللي هو الاول فيها. استخدامه للاكسسوار بشكل سليم وفي مفاجئ جدا للجمهور عشان يقدر يطلع ضحكه من القلب. مفيش عنده يبان ان هو بيعمل حاجه بسيطه بس هي في غايه الصعوبه. والكوميديا بتاعته كانت كوميديا راقيه جدا تتفرج عليها العيله كلها من الاطفال للكبار. فانا من وانا صغير وانا بتفرج على سمير غانم سواء في فوازير فطوطه او في الافلام بتاعته، وهو عنده قدره ان هو لو عمل مشهد واحد بس في فيلم ان انت ممكن تنسى الفيلم كله، او المشهد بتاعه ده يبقى علامه من علامات السينما. زي مثلا فيلم المشهد بتاعه في فيلم عالم عيال عيال، مشهد غير طبيعي. وانا كنت بساله عن المشهد ده كان بيقول لي ان مثلا الهكسوس دي لما كنت بساله عليها يقول لي كل ما نيجي نقول راح رشدي اباظه يموت اروح من الضحك ويعيدوا التصوير تاني. يقول قالها فوق ال10 مرات. وعنده قدره لما يعيد الكلمه انه تسمعها وكانها وقعها لاول مره عليك. وانا فاكر ان انا اشتغلت، كان ليا الحظ ان انا اشتغلت معاه يعني اكتر من حاجات مش كتير، بس كنا لما نيجي نعمل بروفا ونيجي نعيد البروفا بيقول حاجات تانية خالص. يجي يعمل بروفا يقول افيهات تانية. هو عنده من الذهن الحاضر والقدره ان هو يقول افيهات كتيره جدا في نفس الموضوع بسرعه رهيبه. فانا شفت كمان بعد وفاته حب الناس واتعلمت منه حاجات كتيره جدا، ومن ما اقدرش اسردها كلها، لكن ان انت قد ايه تبقى صادق مع الناس وفعلا بتحاول انت تسعدهم باللي انت بتعمله، ومكبر دماغك، ما عندكش صراعات ولا مشاكل مع ناس. انت بتعمل فن واثق جدا من نفسك وبتقدم حاجه حلوه. فالحاجات الحلوه اللي انت بتعملها اللي بتاثر في الناس بشكل كبير هتفضل باقيه معاك. وده شفناه في الحب الكبير جدا في العالم العربي للاستاذ سمير غانم بعد رحيله. هو اثر في اجيال كتير جدا، واحنا كشباب يعني كلنا اللي قاعدين مع بعض كاصدقاء بتلاقي كل واحد بحس ان جواه سمير غانم صغير، لان احنا اتربينا على طريقه الضحك مثلا بالطريقه الفلانيه او نقول كذا فكذا فالواحد يضحك. فكان اعتقد ان سمير غانم يعني متغلغل جوانا كلنا من غير ما ندري. وزي ما ايمي بتقول ساعات الواحد بيهزر بيبقى مش واخد باله ان هو بيقلد سمير غانم او في روح منه.
لا لا لا، انا سالته قلت له الكلام ده، قال لي مكتوب ايه؟ مفيش الكلام ده. يعني هو ممكن عندهم كمان ازمه في الكوميديا من زمان، او ان الضحك الجامد ما بيجيش قوي من الكتابه، يعني ده بيجي من الشخص نفسه.